باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أحبائي، وإحنا بنقرب من حد النص في الصوم المقدس. بيبقى إنجيل حد النص معروف وهو إنجيل المرأة السامرية، وده من إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع. في الإصحاح الرابع الآية 7 لما المسيح قابل المرأة السامرية قال لها أعطيني لأشرب. ولو بصينا على بقية الحوار اللي دار ما بين المسيح وما بين المرأة السامرية مش هنلاقي إن المسيح خد منها مية ليشرب. وكمان الكتاب قال إن التلاميذ راحوا عشان يشتروا طعام في الآية 8. فواضح إن ما كانش فيه مشكلة خالص في موضوع الشرب يعني، وما أعتقدش إن المسيح كان ميت من العطش يعني. وفي الأيام القديمة دي يعني في القرن الأول الميلادي وفي عادات اليهود، طبعا وقتها ما كانش فيه بقى ازايز ميه، لكن كان كل واحد بيبقى معاه قربة كده مصنوعة من الجلد وليها بسبوس كده بيتشرب منه. كان كل واحد بياخدها معاه في السفر كوسيلة لأن هو يشرب يعني. اللي عايز أوصل له إن المسيح ما كانش محتاج منها مية، وهو فعلا ما خدش منها مية يعني. لكن عايز أقول إن المسيح كان بيجر شكلها. كان المسيح كان حابب إن المرأة ديت تدخل في حوار معاه، والحوار بعد كده يدخل لأبعاد أكتر، وتبتدي عينيها تستنير وتبتدي تعرف مين اللي بيتكلم معاها، لأنها زي ما قال لها المسيح لو علمتي من هو الذي يكلمك يعني، ولا كنت طلبت منه ماء حي. فالمسيح كان عايز هذه المرأة إن هي تاخد وتدي معاه في كلام، فابتدى قال لها أعطيني لأشرب، ابتدى يجر شكلها. هو طبعا بكل تأكيد المرأة دي لاحظت إن المسيح موجود عند البير، ومعظم المفسرين بيقولوا إن الوقت ده من النهار بيبقى عند البير مفيش حد والجو هادي، فبالتالي ملحوظ قوي إن في حد قاعد يعني. لكن لأنها كانت مصدودة من اليهود وعارفة إن مفيش تعامل بينها وبين اليهود، فما أعارتش المسيح أي اهتمام يعني، ولا رضيت إنها تبص له ولا تتكلم معاه ولا تسلم عليه. ففي حالة زي كده المسيح لما يحب يجيب نفس يبتدي يقول لها أي حاجة. فالحاجة اللي قالها لها المسيح عشان يبتدي يوجد جو من الحوار اللي يجذبها بيه للخلاص كانت هي عبارة أعطيني لأشرب. أو زي ما بقول لكم كان المسيح كده بيجر شكلها عشان يجذبها ليه، ويجذبها لأنها تؤمن بالمسيح المنتظر. وده يورينا إن الله في محبته لينا دايما بيحاول يوصل لنا بطرق مختلفة. ومش بس إن الله بيحاول يوصل لنا في العهد الجديد من خلال تجسد رب المجد يسوع، بل في العهد القديم أيضا. ففي سفر هوشع الإصحاح الثاني ويتكلم فيه ربنا إن إزاي هوشع كان بيمثل الله لما اقترن بزوجة زانية، وقال له إن زي ما أنا بقترن بشعب وهذا الشعب تركني وراح عبد إله آخر، فبنفس هذا المثل يعني أو بنفس هذا المقياس. لكن الكتاب قال كده عن هوشع يعني قال هانذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها. من محبة أشعية إنه هيروح يتملقها، ويتملقها هنا يعني هيحاول يجتذبها، هيحاول يجر معاها كلام، هيحاول يرجعها ليه. فده علامة حب إن عايز يرجعها ليه. بمناسبة يتملقها ديت، كنت في أحد زياراتي من فترة كده، فترة كبيرة يعني، فكنت في اجتماع شباب وجبت لهم الشاهد ده بتاع هوشع، وقلت لهم العبارة بتاعت هانذا أتملقها. فلقيت الشباب اللي بيبص لي وعلى وشه علامة استفهام واللي بيبص وعلى وشه علامات بلاهة كده عجيبة قوي. قلت لهم في إيه مالكم؟ قالوا لي يعني إيه يتملقها؟ قعدت أشرح لهم الكلمة بمعاني مختلفة عشان يوصل لهم المعنى. في الآخر قالوا لي يشتغلها. أنا طبعا أول مرة كنت أسمع كلمة يشتغلها في الوقت ده يعني. فأنا اللي بقى بان عليا علامات البلاهة وابتديت أسأل يعني إيه يشتغلها، وطلع إن هو مصطلح جديد موجود يعني. المهم إنه يتملقها أو يشتغلها أو إنه يجر شكل
إنه عايز يجذب أطراف حديث، عايز يرجعها للمحبة الموجودة مرة تانية. فالله هو الله في العهد القديم، الله في العهد الجديد، هو الله اللي بيدور على كل واحد فينا. هنلاقي كده برضو يعني مثلا يعني من فترة ما كانش كتيرة كان صوم يونان، وكانت نبوات يونان كل يوم في أيام الصوم لغاية نهاية سفر يونان. ففي الأصحاح الرابع من سفر يونان كانت القصة عن نبتة اليقطينة اللي طلعت بسرعة ديت وضللت على يونان وكان مبسوط بيها، وإن تاني يوم نشفت عشان الجو كان حر والريح كانت صعبة، فزعل قوي يونان. وابتدى من هنا ربنا يتكلم معاه. ربنا عمل إيه مع يونان؟ ربنا بطريقة اليقطينة دي ربنا كان بيجر شكل يونان. ليه؟ عشان يونان كان مدي ظهره ربنا وزعلان ومش عايز يتكلم ولا عايز يفتح حديث معاه. فربنا لما لقاه بالمنظر دوت وبالطريقة ديت عمل موضوع اليقطينة. طب ليه يا رب بتجر شكل يونان؟ عشان عايز أصلحه. ليه يا رب بتجر شكل يونان؟ عايز أفهمه حكمتي إن أنا إزاي غفرت لهذه المدينة اللي عددها بهذا النمبر، يعني عددهم كتير. فإيه يا رب ده؟ ربنا بيجري ورا كل واحد فينا وبيدور على أي حد فينا وبيجر شكله بطرق مختلفة عشان في النهاية يجتذب كل نفس فينا لمحبته ويجتذب كل نفس فينا للخلاص. ده صدقوني حتى في تأديبات الله لينا بتبقى الله بيجر شكل، بتبقى الله بيجر شكل. يعني يقول كده سفر العبرانيين الإصحاح 12 إن الله بيعمل كده معانا، إن التأديبات دي بيعملها معانا لأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. فرب يجي الواحد فينا كده ويروح قارس ودنه ونبتدي بقى نتكلم مع ربنا. ليه يا رب عملت كده؟ وليه صرفت معايا كده؟ واشمعنى أنا يا رب اللي عملته؟ يبتدي بقى ناخد وندي معاه، ويبتدي بعد كده يوضح ربنا لينا إن التأديبات دي كانت لينا لأجل المنفعة، لأجل أن نشترك معاه في قداسته. ده حتى لما رب المجد قابل بطرس بعد القيامة، وبطرس انتوا عارفين بعد ما أنكر المسيح كان في حالة خزي شديد جدا بقى ومش عايز يتقابل مع ربنا. حتى لما دخل القبر وشاف الأكفان موضوعة روح على بيته بعدها ومش عايز يتكلم. ولما قال للتلاميذ بعد كده البعض منهم إن أنا رايح أتصيد وقالوا له إحنا رايحين معاك، وبعدين لما جالهم المسيح عند بحر طبرية ويوحنا قال له ده هو الرب، يقول الكتاب عنه إنه رمى نفسه في المية. صحيح الكتاب يقول إن هو لأنه كان عريان فرمى نفسه في المية، لكن انتوا عارفين سيكولوجيا كده لما الواحد يكون مكسوف من حد قوي عشان عمل معاه حاجة وحشة وحاجة ناقصة بزيادة كده، فبيبقى بيداري نفسه منه وبيبعد نفسه عنه بأي طريقة. فدي الطريقة اللي عملها بطرس، رمى نفسه في المية وبعد كده خد حجة إن هو بقى بيجر الشبكة للشاطئ عشان يبقى آخر واحد يطلع وآخر واحد يروح يقعد مع المسيح. ولما راح قعد مع المسيح ما اتكلمش. طب في كل الجو ده كله المسيح شايفه عمال يأخر نفسه، والمسيح شايفه قاعد ساكت ووشه في الأرض ومش عايز يتكلم. طب يعمل إيه المسيح؟ يجر شكل، يجر شكل، يروح قايل له أنت بتحبني يا بطرس؟ الله يا رب ما أنت عارف إن أنا بحبك. أهو بجر شكلك، عايزك تتكلم، عايزك تفتح قلبك، عايز أطلعك من حالة الكسوف اللي أنت فيها دي، وعايز أطمنك إن أنت رجعت تبقى بطرس تاني ورجعت تبقى واحد من الرسل بل واحد من الأعمدة، وإنك هتقوم وتكرس باسمي وتبشر وهيحل عليك الروح القدس. عايز أفرحك بإنك ترجع لمرتبتك الأولى. فكل دوت يبتدي بعبارة جر الشكل كده أتحبني، ويروح رادت عليه بطرس وخلاص بقى يبتدي الكلام ياخد ويدي ما بين المسيح وما بين بطرس. المسيح قال للمرأة السامرية أعطني لأشرب، وهوشع راح لزوجته
وأهل الكتاب إن أنا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها عشان يرجعها مرة تاني. وربنا عمل ليونان موضوع اليقطين عشان يفتح كلام مع يونان ويفهمه حكمته في خلاص شعب يونان، وإن ربنا اتكلم مع بطرس عشان يرجع بطرس لمكانته. ربنا برضه عايز يجر شكلي وعايز يجر شكلك. خلي كده بقى عندنا استنارة، ولما يجي ربنا يجر شكلنا يبقى عارفين إن قد إيه ربنا بيحبنا وقد إيه ربنا جاي يفتح كلام معانا عشان يجتذبنا ليه مرة تانية، أو يرجعنا ليه حتى عن طريق التأديب، أو يطلعنا من حالة الكسوف اللي احنا فيه. المهم إن احنا نفهم قصد ربنا لما بيجر شكلنا ونرجع له. بلاش نعمل زي المرأة السامرية ونبتدي نصده ونقول له ازاي انت بتتكلم معانا. لا، نسمع ونقول له يا رب انت محبتك كبيرة ومغرقانا، وان يا رب احنا من قلبنا عايزين نرجع لك، يمكن كنا مكسوفين لكن لما انت جريت شكلنا ادينا احنا يا رب بنرجع لك، واحنا فرحانين ان احنا موجودين معاك. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب نتعلم من انجيل المرأة السامرية إن إحنا نستجيب لتعاملات الله معانا لما يجر شكلنا. لإلهنا المجد إلى الأبد، آمين.